مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. جيت بفيديو جديد وياكم. راح نخيط الدشداش اللي فصلناها بالفيديو السابق مع الطفل العمر 5 سنوات. بس اهم شي بنات، اول ما تبدون ما تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس واللايك وتعليق حلو من عندكم. شوف شنو التعليقات، نتناقش بالتعليقات، دائما اني ارد واجاوب على التعليقات. هنا عندنا طبعا، بس بالبداية اعذروني من صوت هاي العصافير. اريد موديل اللاستيك، اريد موديل لاستيك لعمر الطفلة 5 سنوات. في البداية العرض الفتحة هاي مطبوقة 2، هنا الصدر والظهر. زين، اني اريد هسه عرض الرقبة مال الطفلة اللي هي 5 سنتيم، يعني من الفتحة من نفتحها هيك يصير 10. هنا هاي 5 سنتيم، شوفوا نحدد 5. او هاي ال5 انزل سنتيمين الفتحة الظهر. زين، هسه انتبهوا لي بنات، هسه هاي مطبوقة صدر وظهر، راح احفرهم اثنيناتهم نفس الشيء. شوفوا هسه تقولون ليش هيك سويت؟ انتظروني بس شوية. تمام عيني هيك هاي حددنا. زين، هسه اجي اني اقيس الكتف مالتي من فتحت العرض مالته شقد. هنا أنا قسته 29 سنتيم. تمام، اجي اخذ وحده من عندهن. طبعا هي شنو كموديل لاستيك، فشي بسيط كلش، مو خرطة هواي ويعني وتصير عريضة للدشداشة، لا، فشي بسيط كموديل فيك، يعني لا اكثر ولا اقل. نجي هاي عندي هنا القصة. زين، هسه اني مو اخذت 5 سنتيم الفتحة ظهر الرقبة، اني اريد لاستيك شوية خرطة هنا. ايش قد اخذ اسويها 15، يعني ايش قد راح اخليها 7.5، نقول 8. شوفوا بنات، هاي 8 سنتيم حددتها هيج. هاي بنات المسافة الزايدة راح اخليها للخرطة. زين، ايش قد انزل؟ راح انزل 10 فتحة الفتحة هاي. خلينا اخذها هنا، هاي انا اريدها هيج. بنات هسه تجيني وحده تقول لي هاي مو كلش كبير على عمر الطفله. بنات هذا راح يروح خرط، بس اهم شيء شوفوا هنا انا هسه خطيت الخط اعوج تقريبا، لازم نحطه عدل. واذا عندك مسطره بعد احسن، بس انا تعرفون غيرت يعني نزلت الماكينه مالتي جوا، فغراض الخياطه هاي كلها بقى جوا، العفو فوق. هاي هنا عندي اني اريد لهنا. تمام. زين، اني راح اقص من هنا، لا اني اريد لاستيك، يعني اريد هذا شويه خرطه بسيطه. زين، اكو قلبه نغلف بيها اللاستيك منها وبيها. تمام، اجي اترك فد اصبعين، شوفوا اترك اصبعين بالضبط واقص. شوفوا عيني قصيت. زين، هاي اني اريدها لهنا، ايش اسوي؟ من هنا هاي راح اقصها. هسه راح اقول لكم ليش حديتها لهنا. شوفوا ليش، هسه تقولون لي ليش؟ لانه اني اريد هاي تغليفه اللاستيك، راح اخيط اللاستيك هيجي بيها. تمام، وينخرط هيك يصير عندي الصدر. اتمنى تكون واضحه عندكم. كلش سهله وبسيطه. هاي يصير تغليفه، راح نخيطها واشوفكم. طبعا هاي من هنا راح تتعدل هي بالخياط. راح انزل لكم هماتين مال كبيره، يعني دشداشه مال كبار، يعني مو مال الاطفال. هيجي راح اخيطها وشوفوا شلون راح تخيط ان شاء الله وياي. بنات هسه راح نخيط هذا اللاستيك اللي عندي، راح استخدمه. شوفوا عيني، طبعا لازم اوفر بالبدايه. هسه انا عندي هذا الخط، شوفوا هذا الظهر على جهه واحد. شوفوا الكهرباء هل تجي ونرجع، رجعت الكهرباء نرجع نخيط. شوفوا عيني بنات، هسه اقلب على مود اعرف انه هذا الخط مالتي. شوفوا ايش قد هسه تقولوا لي ايش قد راح تاخذين للاستيكه. شوفوا مو هاي اللاستيكه نقيس هنا ما اعيدها كلش هواي، هيك بالضبط. هاي كلش كافي. اضيف لها شويه للخياطات منا ومنا
على مود ما تصير عندي ضابة. هاي زين، خلي اقيس لكم اياها بالقياس على مود تكون واضحة عندكم. طبعا هاي العصافير كلش دوختين. 11 سنتيم، 11 سنتيم. اجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم على الحافة. شوفوا عيني بنات، مو عندي هاي الحافة، شوفوا هذا مال خياط على الحافة، هذا مال خياط. موديل كلش مهم بنات، يعني للكبار وللصغار نفس الشيء، بس القياسات تختلف. شوفوا هاي طلعت شوية من اللاستيك على مود الخياط، واجي اقلب القلبة اللي سويناها. شوفوا اجي اقلب القلبة اللي سويناها، غلفته منها وبيها بدون خياطات. وهو لازم يترتب الخياط عندك، لازم تترتبي صح. اذا انت ما تعرفين بالبداية لازم ترتبين الخياط عندك، اهم شي هاي، لانه الخياطة تبين من نظافة خياطها. يعني مو شرط، اكو هواي خياطات انا اشوف خياط ما عندهم اوفر، بس تلقين خياطهم ما شاء الله عليه مرتب، تعرف شلون تخيط. انت مدام اذا تريدين بداية تعلم، تعلمي النظافة مال الخياط، اساسيات تمشين صح العمر كله. وحلوة الوحدة تعلمها، يعني هسه أنا يعني الحمد لله يعني مدرسة وهيجي، وبنفس الوقت وما أقدر أعوف الخياط، مهنة حلوة وبالبيت ما تتعبين، تتونسين وتشوفين الناس وتشوفين الرايح والجاي، تتعرفين على هواية ناس. شوفوا أول مرة لا المنكوك خلي أبدله وأرجع لكم. بنات راح نعيدها للإفادة اللي ما عرفت اللي هاي، لأنه إحنا المنكوك كان قالت الخيط مالته. هسه راح نثبته، نرجع نثبت بسم الله. شوفوا عيني بنات، عطلة جايتش طويلة، لازم تتعلمين إن شاء الله الخياط وياي إذا الله راد والله سهل، وعن نيات هماتين كل شي بنيته. شوفوا انهي ثبته من الطرفين، خل اقص الزايد على مود قلت لكم اهم شي نظافة الخياط عندك. شوفوا اهم شي تنظيف الخياط. شوفوا انا عدت شي بسيط. شوفوا شلون عندي صارت لاستيكة، تحبين تخلين قاط ثاني من اللاستيك هم يصير حلو، خلينا نخلي قاط ثاني هم اشوفكم شلون راح يصير القاط الثاني. وهواي فيديوهات ان شاء الله راح انزلكم مال الخياط اذا الله راد، يعني عطلة طويلة. هم نقيس 11 سنتيم، هاي 11 عيني سنتيم، نقصها نفس الطريقة بنات مال الأول. الأبرة أهم شي من تخيطين لا تتعاجزين من التفتيق من الأبرة، إذا ماكينتش تقطع حاولي تضبطين، أهم شي الماكينة مالتك. أنا حاسة بهذا الشي، أهم شي ماكينتك تضبطيها ما تقطع، مرتبة، خياطها حلو نظيف، تسويلك واهس. لأن هواي أكو مكاين خطية هواي بنات مكاينهم يعني تقطع وهيجي فيخرب واهسهم، يتعبون. يعني شلون تصير بيها مثل هيجي حالة نفسية انه من تتجه للماكينة يعني ينقبض قلبها. ليش؟ لأن هي الماكينة تعبانة تعب، وين إذا ما شاء الله ماكينة مريحة تريحك حتى تسويلك واهس بالخياط. وأكيد أغلبهم زي كتبولي بالتعليقات حكي صحيح لو لا. بنات هذا أهم شي يسوونه أوفر، بس قلت لكم أنا الأوفر مالتي حاليا فوق يعني إن شاء الله. شوف شلون أرتب الوضع، ما سالفة الماكينة لين كان دوام وعارفة الخياط الصراحة. هسه إن شاء الله راجعين وبقوة والحمد لله، وبدعمكم إلي إن شاء الله أنزل لكم أكثر وأكثر. شوفوا عيني بنات، شوفوا شلون صار دشداشة مرتبة. هسه إيش بقالي؟ أهم شي الخياط الزايد، الخيوط أهم شي تترتب نظيف. هسه إيش بقالي؟ خومة هاي تبقالي هيجي ما يصير يعني لازم تتغلف. عندي عندي قصاقيص زايدة، بالفيديو السابق قلت لكم القماش كلش قليل وما يكفي. هاي القصاقيص الزايدة راح أغلف بيها البرواز مال هذا. هسه شلون نجي نراهم نقيس المسافة، أهم شي يكون مكفي.
اي هاي كافي، كلش كافي. شوفوا بأقل القصاقيص، ومع العلم هي يعني قطعة كلش قليلة. أقسمها بالنص، كل وحدة إلها وحدة. أجي أريد أغلف التغليف مالتي. شوفوا عيني التغليف مالتي من أريد أغلف. شوفوا بسم الله. حاولي تقولي هنا أجي أخلي البرواز على القماش وأخيط، مو أخيط عسن قبل. شوفوا لي عيني بنات، مو عندي هذا الخياط مال اللاستيك ده، هاي أقلبها الدشداشة كلها هيجي. شوفوا عيني على مود يصير تغليف مبطن مخفي. شوفوا شلون قلبتها على وشنو البرواز مالتي يصير على هيجي ويتغلف اللاستيك عندي بيبين حافة أبد ما تبين. شوفوا شوي أقويهم يم جهتها وأبوق يعني أنهيها على شكل كسرة. شوفوا شلون صارت. شوفوا هسه هاي راح تخيط. شوفوا الله عليكم مبين انه اكو خياط وهيجي. شوف شلون ترتيب عبالك كسرة تغليف وتطين فد شي كلش حلو. شوفوا انهيها لهنا. شوفوا يا طويلات العمر، شوفوا شلون حلو. الا اخليكم تصيرون خياطات توب احسن من عندي بعد. شوفوا بنات، شوفوا الترتيب. ترى هواية اكو الخياطات يضمن اسرار ما يعلمون الفوقاني. شوفوا الله عليكم، شوف شلون حلو صار. هسه اجي للثانية اللي مو عرفت للأولى. اجي البرواز مالتي القصقوصة اخليها وين؟ اول ما يعني اذا ما تعرفين اخلي البرواز على القماش. خليتها هيك. هسه انا اريد هاي تتغلف الصيبتي هيك حلوة مرتبة. اجي اقلبها هاي اللاستيكات اللي طلعتها اني. انزل البرواز عليها واخيط. شوفون فلتت الابر. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال بس لا كبر بعد ما اشوف الله مرة خياط. هالي هواية يعني تاركة الخياط بسبب الدوام والله. بس هو أحلى شي الخياط إن شاء الله بعد ما أوفى حتى لو دوام. شوفن هاي طبقتها هيجي وأنهيها على شكل كسر. شوفن اللاستيكة وين طبت جوا البرواز. سأجي شوفوا شلون صار. هسه أجي مجرد ما بس تغليف من فوقاني، خياط فوقاني أخيطه. ان شاء الله احاول اشتري ماكينة اوفر صغيرونة على مود اخليها هنا قريبة علي، والفوق استخدمها همات بس نخليها للشغلات الطوارئ، شغلات الكبار الجبوب الكوستمات. شوفن بنات، شوفن الجمال، شوفن الكياتة. تيجي تخلين فلونك هنا فلونك هنا. شوفن الله عليك شلون حلو وجمال نفس الوقت كياتة. شوفن شلون لاستيكة حلوة مال بيبي، شلون حلو ومرتبة. هسه كملنا هاي. هسه اجي للظهر تغليفة عادية مال برواز. هاي قصيناها بالبداية تغليفة كلش عادية. تريدين تكبرين شوية كبري، هاي تريدين عمق اكثر يعني مثل الحفرة يعني تخليها 3 سنتيم
بس العرض لا تكبرون العرض أبد، بس العمق. أجي هنا يا طويلات العمر، الصراحة قماش ما باقي، بس هاي القصقوصة كافية علينا. هيج نخيطها. شوفون الخياطة تدبر من أي شي، من أي قصقوصة عندك تقدرين تدبرين وتسوين إلك وترهمين. أهم شي عندك واهس، بخياطة واهس، لا أقول لك ولا تقولي لي. شوفون حبيباتي، هسه نخيط. هذا الصوت واضح؟ لا خلي اشوف الصوت واضح لو لا. دقيقة. اي بنات الصوت واضح. طبعا جبت لكم يعني سماعات وهيجي على مود يكون الصوت واضح. شوية تطورات على اليوتيوب. شوفن عيني، الزايد نقصه ترتيبات هاي. شوفن عيني، هاي نقربها هيك عمود ما تبوط من قلوبها. طبعا هاي كلها لازم اوفر، بس شو نسوي؟ الاوفر مالتي فوق، والا على الوطنية تشتغل لازم اجيب لي اوفر على المولدة اذا الله راد. احاول ان شاء الله هاي العطلة، لا ليش هاي العطلة، ان شاء الله ورا العيد نجيب اوفر صغيرة على مود شنو تشتغل على المولدة، لان الصراحة بدون مولدة بهذلة. يعني عندي شوف شلون التغليف مالته. اجي على الثانية، لا اله الا الله الابرة. يلا اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه اشوف كان بس اصب عليه. نثبت البرواز مالتنا. هسه حاقلب الدجاجة واشوفكم شلون. طبعا ما طولين بيها، هاي احنا كم مرة بمرة انقطعت الأوبرا. شوفوا شوفوا عين الدجاجة الكيوت الكياتة مال دينا. شوفوا شلون حلو ومرتبة. بس بقى الشي احنا نريده. هذا كلش كافي الكتف. جيت اي هي هاي كتفها 25 هنا كلش كافي. هاي احنا خلينا زيادة شوية على مود شنو بالترتيب بالفصال احلى. هسه شنو بس نعدل ناخذ هذا الزايد مال الكتف على مود شنو بعد نخلي الرقن نكشكشها. طبعا هي طفلة، كل ما رقن صغيرة وكيوت وهيجي احلى. شوفوا هذا الزايد دائما الترتيب اللي على الماكينة يكون احلى. شوفوا عيني، خلي نكمل الردن. وهنا الردن هاي عندي. شوفوا هي بوقتها ذاك الفيديو ما كفى، فاحنا سويناها هيجي. هسه شنو خلينا نخيط الردن من الوسط على ود نسويها على شي الكشكش.
خيطت الردن الأولى، الردن الثانية. هسه شنو نكف الردن على مود رأسا نشكل. خل أسوي وحدة وياكم على مود شنو ما يطول الفيديو بنات عليكم. هنا كف ولف، شوفون طريقة الكف واللف. مرة أكفها والمرة الثانية همات. شوفوا ايش رفيعة، هي مال أطفال، ما أريدها عريضة ومهبهبة ما حلوة تطلع. بنات تفاعلوا بالفيديوهات، يعني على مود شنو تصعد القناة حبابات. خلوا اللايك، اشتركوا، تعليق حلو من عندكم، وكتبوا لي من أي بلد قاعد تتابعوني. شوفون عيني بنات لف وكف. هسه هاي شنو أنا أريد كشكش. شوفون عيني، أجيب الردن البدن مالتي الصدر والظهر اللي خيطناه، أخلي المنتصف مال الردن النص على الكتف الوسط. شوفون وأمدها هيجي، والزايد شوفون لوين نهايتها، منا لهنا. منا راح أبدي أخيط على مود أربطها. هاي أسهل طريقة طبعا للأطفال اللي هيج. شوفون عيني، وأخيط النص على النص هيجي، الوسط على الوسط، والزايد أخليه كسرات بالكتف، تطلع دشداشة تخبل كلش حلوة. شوفون هذا بقى عندي، هذا الزايد. شوفون هذا شو راح أسوي كسرات. شوفون طريقة الكسرة هيجي بأصابع اثنيناتهن أكسر. شوفوا هيجي أقرصهم قرص وكسرة، تقريصة هيجي وكسرة، على مود يصير الكسرات من الجهتين متعادلة متساوية. شوفون كسرة. خلي أشوف هنا كيفي تمام. شوفون هنا هم كسرة، هي طلعت وحدها الكسرة. وكل ما تريدين كسرات أكثر تكبرين الردن أكثر. إذا عندك قماش زايد، يعني القماش اللي هواي يصير كسرات أكثر. أشوفكم النتيجة النهائية. شوفون شلون كشكش صار لي الردن يخبل كلش حلو. شوفون عيني، شوفون شلون حلوة، شلون كياته. شوفوا الردن شلون وقفت هيك حلو. وكل ما بنات تخلون كسرات أكثر هاي راح تيجي تصير بف أكثر. تمام. بس احنا تعرفون القطعة اللي جابتها أختي كلش صغيرة. خلينا نسوي الثانية. بعد منها جاي ما استلم عندها قطعة إلا تجيب لنا قطعة كبيرة. شوفون، شوفوا الجمال. خلي أشوفكم إياها. شوفون عيني شلون حلو. هاي الطفلة مو دلعة أهم شي. شايفين جهال خطية يعني لابسين دشاديش يجي هدلة منا ومنا، لا هاي تقعد مرتبة ضبط على الجسم. هسه شنو بس مجرد بعد نقفل الجهات الجوانب، مجرد ما بس قفل نقفلهم. يلا اكفها بالنهاية آخر شي. تكمل الدشداشة مالتنا والله كلش حلوة وكياتة، وتقدرين تفرحين بيها أطفالك جهال خواتك. شوف الجمال، شوف شلون حلوة، يعني تخبل والله كلش حلوة. هيجي باردة ومرتبة بنفس الوقت مريحة. ومن الزايد مال قماش مالتك تقدرين تسوين هماتين. تجيبين متر، أصلا متر كشمير، متر ونص، متر كشمير كلش كافي على أطفال. شوفوا شلون. وأحلى موديل هو هذا موديل
اللاستيك شوفوا شلون لاستيك مريح ويقدر يدخل راس الطفل او الطفلة، يعني مريح كلش وبارد بنفس الوقت بدون لا دانتيلات ولا اي شيء هوسة. يلا اتمنى استفاديتوا من الفيديو، تعليق حلو من عندكم. مع السلامة حبايب.